يا صباح الفل عليكم يا احلى متابعين في الدنيا. النهارده هاخدكم في فيديو فلوج كده مختلف حبتين عن الاكل والطبيخ وكده. احنا هنروح اسكندرية يوم صد رد، يوم على طول كده رايح جاي. هنجرب شوية اماكن واكل هناك، وطبعا احنا بنروح اسكندرية عشان ناكل يعني. ده غير ان الجو يومها كان جميل جدا، تقريبا ما كانش فيه شمس خالص زي ما انتوا شايفين كده، الدنيا مغيمة والطريق الحمد لله كان سهل. ركبنا من رمسيس، لان احنا ملحقناش طبعا ميعاد القطر، ورحنا طريق اللي هو الزراعي ده، ووصلنا اسكندرية حوالي الساعة 12 او 12 ونص. بدأنا بقى رحلتنا. طبعا رحلتنا في الاول كده ان احنا هنفطر، فروحنا محطة الرمل. وهي دي محطة الرمل، طبعا محطة الرمل يعني كبدة الفلاح. كبدة الفلاح ده الفرع الاصلي بتاعهم الاساسي اللي هو في محطة الرمل. وطبعا مش هحكي لكم عن سندوتشات الكبدة المشطشطة بتاعته، تحفة قد ايه. فطرنا هناك الكبدة ديت، وقلنا بقى عايزين نقعد شوية على البحر. طبعا احنا بنكسب وقت لان هنرجع في قطر الساعة 7 بالليل، فلازم نلحق القطر. مشينا شوية، طبعا الشواطئ لسه قافلة لان ممنوع نزور البحر لأي حد. لقينا اللي فاتح كازينو الشاطبي، في جنبه شط يمين وشط شمال. الشط اللي على الشمال ده بتاع نعنع. طبعا ما كانش فيه مكان، الناس كانت مستمتعة بالجو جدا، فكل الناس موجودة هناك. وطبعا احنا عارفين نعنع بيحط كده بغبغانات ملونة وحيوانات صغيرة، وممكن تلاقوا فرخة معدية جنبيكوا عادي برضو. والناحية التانية بقى اللي هي اليمين من كازينو الشاطبي ده برضو تبع الكازينو يعني. الكافيه مفتوح كده على البحر، وبرضو مفيش مانع تلاقوا ارنب كده معدي من جنبيكوا. وانا بصراحة بحب الاجواء دي جدا. ده غير ان هما بيحطوا اكل للحمام، والحمام بيجي كده. انا كنت مصوره مقطع للحمام وهو واقف مستنيهم يحدفوا له الاكل. فطبعا يعني مش قادره احكي لكم. ده هو الناحيه بتاعه نعنع، دي الناحيه الشمال واللي ما لقيناش فيها مكان. وهنروح بقى للناحيه اليمين اللي فيها مكان. الحمد لله لقينا فيه مكان نقعد فيه في الجزء اللي هو الكافيه اللي ناحية اليمين ده. بوريكم بس البغبغانات الملونة وهي بتتكلم على فكرة، وبتردد الكلام، وبجد يعني ممتعين جدا. اتفرجت عليهم شوية وقعدت كده اكلمهم. وده الحمام اللي كنت بقول لكم عليه اللي هو بيبقى مستني الاكل. ودي كتاكيت صغيرة كده لقيتهم برضو حاطينها في الجنينة عندهم، ورشين لها ذرة مدشوشة، وحاطين لها مية علشان تاكل وتشرب. طبعا قعدت بقى ايه اخد القهوة بتاعتي كده قدام البحر في اول ترابيزة على البحر على طول، علشان طبعا استنيت الترابيزة تفضى عشان استمتع بالفيو لوحدي. وكنت بقى خلاص جعت، ومطاعم السمك كانت بعيدة عن المكان ده. فلقيت عندهم هم فوق مطعم بيعمل سمك. قلت اجربه يعني. طلبت سمكية دنيس زيت وليمون، وطلبت واحدة بوري مشوية مقفول، ودي طماطم مخللة، والرز بتاعهم طبعا كان تحفة وعليه بصل محمر. وختمت الغدا بالليمون الجميل ده بالنعناع. بس هي جودة الأكل بصراحة يعني التتبيلة عندهم ما كانتش أحسن حاجة. لو حد أكيل قوي زي كده مش هيعرف أو مش هيستمتع قوي بطعم الأكل عندهم. السمك يعني طعمه تتبيلته ضعيفة جدا. بس رجعت تاني اقعد على البحر واشرب حاجة كمان قبل ما ابدأ بقى استعد كده قبل الغروب، عشان هبدأ بقى ان انا ان شاء الله نتحرك على محطة القطر علشان نركب قطر التلجو. هيتحرك بإذن الله كان الساعة 7. وهو مريح جدا، وبياخد حوالي مفروض ساعتين ونص في الطريق للقاهرة، لكن هو بياخد ساعتين وربع على ما يوصل على طول. وبصراحة تجربة القطر ده أنصحكم بيها جدا، هتحسوا بمتعة الرحلة فعلا. ده هو القطر من جوه، وفي شاشة بتوضح اللوكيشن اللي احنا عليه والوقت والسرعة ودرجة الحرارة وكل حاجة. وكانت رحلة ممتعة بجد.